وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. اللهم آمين وياك يا أخوي. طبعا رسالة ابن القيم هذه هي أرسل ابن القيم رحمة الله عليه رسالة لأحد إخوانه يقال له علاء الدين، فكان يحث فيها ابن القيم رحمة الله عليه في هذه الرسالة، يحث فيها على تعليم الناس الخير أو تعليم الخير، والنصح لكل من يجتمع معه الإنسان، تكون ناصح للناس. ويبين رحمة الله عليه ابن القيم الآثار المترتبة على ترك الدعوة لله عز وجل وكذلك التعليم، فذكر منها محق البركة وفساد القلب وغفلة القلب، وبعد هذا تكلم على آثار الغفلة إذا اقترن معها اتباع الهوى، ثم بعد هذا يتكلم يعني عن الناس الذين أنعم الله عز وجل عليهم، ثم بعد هذا هم إيش غفلوا وغفلت قلوبهم عن هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليهم. ثم يبين بعد هذا رحمة الله عليه حاجة العبد إلى الهداية، وذكر في هذا 9 أوجه رحمة الله عليه. ثم تحدث عن أشرف أنواع المهتدين، وتكلم على قول الله عز وجل وجعلنا للمتقين إماما، وبعد هذا بين السبل الأربعة أو بين سبل 4 تنال بها الإمامة في الدين. ثم بعد هذا تكلم على مسألة أن كل إنسان يعني يسعى للبحث عن النعيم وتحصيل اللذة، فبين إيش الأشياء اللي ممكن يتم يعني من خلالها تحصيل اللذة والنعيم، وإيش هي الأضداد اللي إذا توفرت انعدمت هذه اللذة أو النعيم أو انتقصت. وبين اللذة التامة متى تكون، وطيب العيش كيف يكون، وأن طيب العيش لا يكون إلا بمعرفة الله عز وجل وتوحيده والأنس به سبحانه وتعالى والشوق إلى لقائه، و يعني ذكر أمور أخرى أيضا فيما يتعلق بتصحيح النية و يعني أمور الترغيب والترهيب ونحو هذه الأمور. هذا باختصار تقريبا الرسالة ما اشتملت عليه. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم. الله المسؤول المرجو الإجابة أن يحسن إلى الأخ علاء الدين في الدنيا والآخرة، وينفع به ويجعله مباركا أينما كان، فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل. يعني طبعا هنا ما هي بركة انتقالية، المراد بالبركة هنا البركة بمعناها اللغوي الواسع اللي هو التكثير. لهذا تقول أنت بركة، ما تقول بركة وتقول بركة البعير. طيب، فحيكم الله ختم الساكبة. إذا تقول بركة وتقول بركة، فمعنى أو مثلا تقول بروك البعير، كل هذا المعنى يدل على إيش؟ معنى البركة من حيث اللغة يدل على معنى الاتساع لما تقول بركة، وأيضا يدل على معنى يعني الاتساع والانتشار، ويدل أيضا على معنى الثبوت، ولهذا تقول بركة البعير. فلهذا الله يحييكم على طاعته. لهذا ابن القيم رحمة الله عليه يقول: الله المسؤول المرجو الإجابة أن يحسن إلى الأخ علاء الدين في الدنيا والآخرة، وينفع به ويجعله مباركا أينما كان، فإن بركة الرجل تعليمه الخير حيث حل. فإذا من نشر الخير المتعدي إلى الناس ففيه معنى الانتشار.
قال ونصحه لكل من اجتمع به. إذا من بركة الرجل أن يعلم الناس الخير حيث حل، يقول ابن القيم. ومن بركة الرجل أنه يكون ناصح لكل من اجتمع به، وهذه قاعدة سبحان الله سلفية سنية مستقام من نصوص الكتاب والسنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. فابن القيم يقول فإن بركة الرجل تعليمه الخير حيث حل ونصحه لكل من اجتمع به. قال الله تعالى إخبارا عن المسيح عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت. قال أي معلما للخير داعيا إلى الله مذكرا به مرغبا في طاعته. قال فهذا من بركة الرجل. قال ومن خلا من هذا، يعني من الدعوة إلى الخير وأن يكون داعي إلى الله ومذكر الناس بالله وفي الله وفي طاعة الله ومرغبا للناس في طاعة الله، قال ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة ومحقت بركة لقائه والاجتماع به. ولهذا سبحان الله شوف أهل الخير لما تجتمع بهم وتلتقي بهم سبحان الله يذكرونك بالله ويقربونك من الله وينصحونك فيما يعني في كل ما يتعلق بالخير، خيري الدنيا والآخرة. فلا شك أن هذا فيه بركة وخير كثير. طيب إذا اجتمعت مع إنسان إذا غفلت ما ذكرك، وإذا أخطأت ما نصح لك ولا نصحك، وإذا ارتكبت منكرا ما أنكر عليك يعني شفقة بحالك في الدنيا من شؤم المعصية في الدنيا أو في الآخرة. طيب إيش يكون من بركة في هذا الاجتماع وهذا اللقاء؟ ما فيه ولا بركة، خلا من البركة ومحقت بركة لقائه والاجتماع به كما قال ابن القيم. قال بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به. قال فإنه يضيع الوقت في الماء جريات، هكذا ضبطها. يقول هي كلمة محدثة والمراد فيها يمكن مجريات أو كذا، وقال ما جريات. قال كلمة محدثة وهي الحوادث والأمور التي جرت أو تجري، مأخوذة من قولهم جرى ما جرى. ويقال كانت بينهم مناظرات وما جريات إلى آخره. المهم يقول فإنه يضيع الوقت في الماء جريات، يعني معنى أن إيش قيل وقال ما في فائدة. قال ويفسد القلب. قال وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب. كل مصيبة. وعليكم السلام ورحمة الله. حال أبو أحمد. أبو أحمد أنت سمعت كلام قبل شوي لما كلمتك عن موضوع الأحاديث. إيش اللي ردوك؟ نشوف كلامك حبيبي. شوف ماي بلفظ أرد على إيش حباب؟ أرد على إيش؟ ما تعرف إيش معنات حوار الإسلام المسيحي؟ ما تعرف إيش معناها يعني؟ تعلم العربية وتعرف معناها. رديت عليك. طيب قال ابن القيم رحمه الله وكل آفة تدخل على العبد، كل مصيبة تجيلك، كل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب. يعني مصيبة بدعة، مصيبة شكوك وشبهات، مصيبة معاصي وذنوب، كل سببها إيش؟ تضيعك للوقت في غير مرضاة الله عز وجل، فيترتب عليه إيش؟ يترتب عليه آفات. فيقول ابن القيم رحمه الله وهو الناصح ينصح لأخيه علاء الدين، يقول وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب. قال وتعود بضياع حظه من الله ونقصان درجته ومنزلته عنده، لأن أنت بدال ما تحصل درجات وحسنات بدال ما تحصل درجات وحسنات ومراتب عالية أنت جالس تضيعها. لحظة يا إخواني، لحظة بس. الوقت وفساد القلب
وتعود بضياع حظه من الله ونقصان درجته ومنزلته عنده. يقول: ولهذا وصى بعض الشيوخ فقال: احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت. احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب. هذه قاعدة جميلة، إذا شعرت فيه ناس أبشروا. يعني ابن القيم رحمة الله عليه يقول: كل آفة تدخل على العبد، يعني كل شؤم يلحق بك، كل مصيبة تلحق بك تدخل على العبد، قال: فسببها ضياع الوقت وفساد القلب. يعني أصلح قلبك، ويعني راعي عدم ضياع الأوقات فيما لا ينفع، ستجد بإذن الله عز وجل أن تأتي كل مصلحة وكل محمدة بعد هذا. بينما الإنسان إذا ضيع وقته وجعل قلبه هذا ما هو صافي، يعني كله ممتلئ ما بين حقد وحسد، أو ما بين مثلا يعني سائر الشهوات وسائر أمراض القلوب، من غل وحسد وحقد يعني رياء وسمعة ومثلا طلب العلم غير الله عز وجل أو غير ذلك، فهذا كله ضياع وقت، هذا كله يعتبر مضيع الوقت، لأنك أنت تبذل الجهد في شيء أصلا تحصيله يعني هو تعب ليس وراه أرب. لماذا؟ لأنه لم يكن خالصا لوجه الله الكريم مثلا. وهذا إذا كان أنت في صورة طاعة، فما بالك لو كنت أصلا لست فيما هو في صورة طاعة. يعني طلب العلم صورته صورة طاعة، لكن أنت تطلب هذا العلم لتماري به ولتجادل به، ولم تطلبه حتى ترفع العلم مثلا عن نفسك وعن أهل بيتك وعن من تحب، وحتى تدعو إلى الله عز وجل به وهكذا. وإنما طلبت هذا العلم رياء، أو حتى تجادل، أو حتى يقال قارئ، أو حتى يقال مثلا فقيه، أو حتى يقال كذا. طيب، وقد قيل. فهنا الآن أنت إيش؟ ضيعت وقتك مع أنه في صورة عبادة. مع هذا حقيقة الأمر أنك ضيعت وقتك في إيش؟ ضيعت وقتك بلا فائدة. فما بالك لو كانت هذه الصورة أصلا ما هي صورة طاعة؟ يعني جلست هكذا، بعض الناس يجلس ممكن ساعة ساعتين ثلاثة، تمر عليه الساعة وساعتين ثلاثة، تقول هل قرأت حديث عن رسول الله؟ يقول لك لا. تقول هل استفدت فائدة في القرآن؟ يقول لك لا. تقول طيب هل قرأت كتيب تستفيد شيء؟ لا. حضرت لك درس؟ لا. نصحت لك أحد؟ لا. طيب انتصحت من أحد؟ لا. إيش يعني تعصر 24 ساعة اللي عدت عليه طول اليوم، استفدت فائدة في اليوم هذا كله؟ يقول لك ما أدري. لا. طيب ما أنت طوال 24 ساعة هذه ما بين فساد، يعني ما بين أمراض القلوب وما بين سواء أمراض القلوب كانت هذه تتعلق بالبدع أو كانت تتعلق بالمعاصي أو بالشكوك. طيب أو كان هذا بالإضافة معه إيش؟ مقترن بضياع الوقت. ما عندك جدول مرتب كذا تعرف إيش تبذل فيه، إيش تأخذ فيه، متى تستريح فيه، متى تنشط فيه، متى كذا. ستجد أن الوقت يجري معك ويضيع عليك يعني اليوم كله بما هو شؤم عليك. ولهذا يقول ابن القيم: وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب، وتعود بضياع حظه من الله. لأن أنت إيش يعني كل نصيبك من هذه الدنيا إيش؟ عملك الصالح. يعني أنت ما راح تأخذ شيء، لن تأخذ معك قصر، ولا تأخذ معك بيت، ولا تأخذ معك سيارة، ولا تأخذ معك طيارة. أنت كل اللي راح تأخذ معك متر في متر في لحد، جزء من قبر، يعني جزء يعني ركن زاوية كذا مائلة في قبر. هذا اللي راح تأخذه. فإذا أنت لن تأتي معك بشيء. لا، إن كنت ستخرج من هذه الدنيا ستخرج بخسار وبفساد قلب وبآفات سببها ضياع الوقت وفساد القلب. قال: وتعود بضياع حظه من الله ونقصان درجته ومنزلته عنده. لماذا؟ لأن الإنسان إذا ما استغل يعني وقته في مرضات الله عز وجل وفي طاعة الله عز وجل وأصلح قلبه، وبالتالي صلاح القلب ينصحب عليه إيش؟ صلاح العمل. لأن عندنا قاعدة أن هناك ارتباط وثيق بين القلب وبين الجوارح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال يعني ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هذا إذا صلح ستجد أن كل أقوالك بإذن الله عز وجل ستكون يعني إيش؟ صحيحة، أو هي في عامتها بهذا الشكل.
كذلك تجد أعمالك. لماذا؟ لما امتلأ القلب وامتلأ وطفح بنصوص الكتاب والسنة، بالإيمان بالله عز وجل والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم وبالكتب والملائكة واليوم الآخر، فتجد أن هذا القلب ممتلئ رغبة ورهبة من وإلى الله عز وجل. فتجد لا شك أن هذه محركات القلوب ستحرك هذه الجوارح، فلن تتحرك إلا في مرضاة الله عز وجل. فتجد أن هذا اللسان لا يقول إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وعند المصائب يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا أذنب تجده دائما في حال استغفار، فيقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، وهكذا. وتجد أن دائما لسانه لهج ورطب بذكر الله عز وجل. كذلك تجد أن هذه الجوارح لما امتلأت هذه المضغة بالصلاح لا بالفساد كما قال ابن القيم هنا، تجد أن سائر الجوارح تعمل الصالحات، لأن هذا القلب قد امتلأ إيمانا وصلاحا، فتجد أن هذا الصلاح يتحرك ويتصور بصور أخرى، بصور أقوال وبصور أفعال. فتجد أن هذه الأفعال تكون في صورة صلاة، وتارة تكون هذه الطاعات في صورة إيش؟ في صورة زكاة وصدقات وحج وعمرة وبر والدين وصلة أرحام، ويعني الاجتماع بأهل العلم وبطلبة العلم وبخيار الناس وبالتواصل مع الجار وبالإحسان إلى الناس وهكذا. فتجد أن الإنسان هذا إيش؟ تجد أن هذا الإنسان كل هذا الصلاح الذي وقر في القلب صير هذا الصلاح إلى صلاح دنيا وآخرة. أصبح بعد هذا إيش؟ سبب في حفظ وقتك فما أضعت وقتك، وسبب في صلاح حياتك التي فيها صلاح آخرتك. أما إذا ضاع الوقت وفسد القلب، قال تعود بضاع حظه من الله ونقصان درجته ومنزلته عنده. قال ولهذا وصى بعض الشيوخ فقال احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب. ولهذا بعض الناس إخوان تجد يقول لك إيش، حتى قبل أيام دخل هنا في هذه الغرفة التي نسأل الله عز وجل جعلها غرفة مباركة، أحد الأخوة يقول أنا الحمد لله أحب الإسلام وأحب السنة وفيني غيرها على الإسلام إلى آخره من الأشياء التي ذكرها، ثم ذكر أمور من بعض المعاصي وكذا وأنه ما يستطيع. فنحن نقول احذر هذه القاعدة، نقول احذر مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب. لكن أنت متى تنشغل بمعصية؟ نفسك هذه إذا ما شغلتها بالطاعة شغلتها بالمعصية، أنك تريد أن تقضي الوقت، فإذا ما قضيت في طاعة ستقضي في إيش؟ في معصية. فلهذا طيب إذا أنت نفسك تشعر فيها في نوع فتور أو نوع كذا، وما من إنسان إلا وحاله هكذا، ولهذا كما يقال أن لكل ريح سكون، فتجد أن الإنسان هذا إذا فتر أو تجد أن إيمانه نقص أو أن حماسه قل في طاعة الله عز وجل، إذا كان يخالط من يحرص على الوقت لن يتركك تضيع عليه الوقت أو تضيع وقتك حتى ما يسمح لك، كحديث السفينة لن يتركك. فتجد إيش يقولك دائما خلينا نراجع ونبحث وندور ونفعل ونقرأ وإيش رأيك نتساعد ونفعل وتعال ويلا وامشي. طيب ثم أيضا إذا رأى أن من جوارحك التي من خلالها يعرف صلاح أو فساد قلبك لأن بينهم ارتباط، طيب تجد أن هذا الإنسان إذا رأى عليك شيء من المعاصي ينكر عليك يذكرك في الله ينصحك، ويكون سبب هذا إيش؟ هل هو الفضيحة؟ هل هو التنقص؟ هل هو السخرية؟ هل هو الشماتة كما يقال؟ لا، وإنما هو إيش؟ إنما هو النصح والرحمة والعشرة الحسنة، لأنك تحبه في الله ويحبك في الله. فما يرضى هذا الإنسان لما يراك على هذه الصورة وأنت قد أعنته في طاعة الله، كيف يراك أنت الآن تفتر عن طاعة الله ويتركك هكذا تضيع هكذا، أو يتركك يقول لك روح خلاص ما عاد لي لازمة فيك، أشوف غيرك من أهل الصلاح مثلا. لا، تجد يتمسك فيك ويحاول فيك ويجتمع مع أهل الصلاح معك، بل يستنصح من هو أحكم منه وأعلم منه علما كيف يتعامل معك وكيف يجالسك وكيف يجذبك إلى الخير. أنت شاغل فكرة دائما. فلهذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه وصى بعض الشيوخ فقال احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب. قال فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد
أموره كلها. خلاص نفس الآن يعني الآن نفس السبحة اللي كنا نتكلم عنها البارحة يا لم ينفخ وسجلونا على فكرة، لو قطعت واحدة من هذه السبحة سينفرط الخيط، خلاص كل الحبات هذه والخرزات يعني واحدة تلو الأخرى. قال فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها. قال وكان ممن قال الله فيه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره إيش فرطا. قال ابن القيم ومن تأمل حال هذا الخلق وجدهم كلهم إلا أقل القليل ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالى واتبعوا أهواءهم وصارت أمورهم ومصالحهم فرطا. قال أي فرطوا فيما ينفعهم ويعود بصلاحهم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يعني إيش فرطا؟ يعني فرطوا فيما ينفعهم ويعود بصلاحهم واشتغلوا بما لا ينفعهم بل يعود بضررهم عاجلا وآجلا. هكذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه. وابن القيم رحمة الله عليه أيضا له كلام جميل يا أخوان في مسألة ذم الخلطة. يعني أحيانا تكون بعض العزلة محمودة وأحيانا تكون الخلطة محمودة. وابن القيم رحمة الله عليه بين يعني ضابط النافع في ما يتعلق بالخلطة والعزلة في كتابه مدارج السالكين في المجلد الأول. تكلم ابن القيم رحمة الله عليه في الجزء الأول من هذا الكتاب النافع، تكلم على ما يتعلق بالخلطة. أنت الآن يعني لا شك أن الإنسان يخالط الناس ويصبر على أذاهم كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمرنا ابتداء أن نتعبد إلى الله عز وجل بالعزلة كما تفعل الصوفية، لكن إذا كثرت الفتن ورأيت أن من المصلحة أن لا تجالس الكثير والقليل بالنسبة لك أنفع من حيث حفظ الوقت ومن حيث يعني تحقيق المصالح الدينية والدنيوية. يعني بعض الناس ممكن يجلس مع صديق أو صديق، يعني صديق أو صديقين أو ثلاثة، ممكن خير من لو جلس مع 20 واحد، لأن 20 واحد كل واحد بيكون له حق عليك، هذا واحد فبالتالي أنت راح توجب هذا وتروح لهذا وتروح لذاك وتروح لذاك وتروح لذاك. 20 واحد أي جدول راح يكون عندك؟ أي ترتيب للوقت؟ بل هذا ضيع الوقت. طيب، وحتى ولو كان في مباحات لن توفيهم حقهم، وستجد الجميع يتضجر منك، يريدك تأتي ويريدك تأتي وهذا يريدك تأتي والجميع يراك مقصرا. هذا إذا كان في مباحات، فما بالك لو كان هذا أيضا في يعني فيما هو دون ذلك أو فيما هو أسوأ من ذلك. كذلك أيضا يعني سبحان الله أحيانا الأخ والاثنين والثلاثة والأربعة هؤلاء يعني فيهم الكفاية. لماذا؟ لأنهم يعني سيكون أقرب منك، أنت مالك غيرهم وهم ما لهم غيرك، هم ما يعرفون إلاك وأنت لا تعرف إلا هم فتبدأ إيش؟ تبدأ تتواصل معهم ويتواصلون معك، ما هم منشغلين عنك بعد شهرين 3 6 أشهر. أوه فلان وينك؟ يتصل عليك، والله غبت عنا 7 سنوات يا أخي، فينك يا أخي؟ والله أخ فاضل أنت يعني. بعد ما يغيب عنك سنوات طويلة إيش؟ يأتيك يقول لك أنت وينك ما وينك. هذا ما فيه نفع في شيء. هذا لا، الأخ الذي يعينك على طاعة الله عز وجل هو اللي يتعاهدك، وإذا راك يعني مشغول في طاعة الله ما يأتي ويسبب عليك إيش؟ أنه يقطع عليك الطاعة اللي أنت فيها، لا يجعلك وكذا، بالعكس. لكن إذا رأك مثلا والله فترت عن طاعة الله، لا يحرص أنه يتواصل معك، ما هو يقطعك أو يهجرك مباشرة، وإنما هو تجد يتواصل معك حتى يعني يوصلك إلى ويقربك إلى الله عز وجل وإلى طريق الله عز وجل. يقول ابن القيم وهؤلاء قد أمر الله سبحانه رسوله ألا يطيعهم. من هذولا اللي اتخذوا أمرهم فرطا، اللي هو يعني فرطوا فيما ينفعهم ويعودوا بصلاحهم واشتغلوا بما لا ينفعهم. يقول وهؤلاء اسم شرط عائد على
من كان أمره فرطا. قد أمر الله سبحانه ورسوله ألا يطيعهم، فطاعة الرسول لا تتم إلا بعدم طاعة هؤلاء. يعني طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون بطاعة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل من قبل أمرك بطاعة من؟ من اتبع هواه وأغفل، يعني غفل قلبه عن ذكر الله عز وجل، ذلك لم يأمرك بها. ولا تطع من أغفل اتبع هواه وكان أمره فرطا. فيقول ابن القيم: وهؤلاء قد أمر الله يطيعهم. الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطيع من هذه حاله، أمره يعني فرطا. فطاعة الرسول قال لا تتم إلا بعدم طاعة هؤلاء. قال: فإنهم إنما يدعون إلى ما يشاكلهم من اتباع الهوى والغفلة عن ذكر الله. ولهذا سبحان الله، شوف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فتجد سبحان الله الإنسان إذا ولهذا يقال إيش؟ يقال أن ودة الزانية لو أن النساء كلها زنت، ما حد أحسن من حد، فتجد أن غير المحجبة تود أن المحجبة تكون مثلها، طيب إلا ما رحم ربي. وتود مثلا الساقطة أن الصالحة ليش أنت أحسن منا، يعني تعالي خليكي مثلنا. ومثلا أنت مثلا طالب علم، يأتيك مثلا إنسان ما له في ذكر الله قدر له، فيقول لك يقول ليش طلب علم ما طلب علم، تعال عندنا وتجارة ومش عارف بلا كتب بلا غيره، بلا مشايخ بلا، فاهم علي؟ فتجد أن هؤلاء كل واحد يجذبك إلى إيش؟ كل يدعو إلى ما يشاكله من اتباع الهوى أو اتباع الصلاح. قال: إنما يدعون، فإنهم إنما يدعون إلى ما يشاكلهم من اتباع الهوى والغفلة عن ذكر الله. كل هذه طبعا كلام كله، يعني كل هذا الكلام لابن القيم يوصف به أحد إخوانه. وأقول بحد ذات عنوان هذه الرسالة وبقدر ما قرأنا من مضمون هذه الرسالة يتبين لك مسألة، أنه لا يلزم أن صاحبك يكون يعني لصيق فيك أو ملتصق بك دائما. يعني شوف ابن القيم لو كان هذا صاحبه في جواره أو جاره أو قريب من بيته ما احتاج أن يكتب رسالة، طيب فقد يكون صاحبك يعني أبعد ما يكون منك مكانا، لكن هو أقرب ما يكون منك يعني قلبا ومنزلا في نفسك، منزلة في نفسك. فتجد ممكن إنسان يكون هذا بينك وبينه يعني بعد المشرقين والمغربين، لكن ما الله هو أقرب ما يكون إلى نفسك وإلى قلبك. ممكن كلمة والله لو مسج رسالة الآن في هاتف أو اتصال هاتفي ممكن يرفع إيمانياتك ل6 أشهر قدام، يعطيك كورس كامل قدام، مضادات حيوية للمعاصي وغيرها، صحيح. فتجد أن الإنسان هذا ممكن هو أبعد ما يكون مكانا منك، لكن هو أقرب ما يكون منزلة إلى قلبك ومكانا من قلبك، تجد هو قريب من نفسك. الكلمة الواحدة والحروف القليلة منه سبحان الله تجني ثمار كثيرة، يعني ممكن في سنوات لو إنسان بعيد من قلبك ومن نفسك تجد ممكن لو يجلس يسخن فيك ساعة وساعتين ممكن ما انتفعت بكلامه. قال ابن القيم: والغفلة عن الله والدار الآخرة متى تزوجت باتباع الهوى، غفلة عن الله وعن الدار الآخرة، زوجناها بإيش؟ باتباع الهوى. إيش بيولد عندنا؟ مصايب متلتلة. ابن القيم يقول: والغفلة عن الله والدار الآخرة متى تزوجت باتباع الهوى تولد ما بينهما كل شر. يجيبون لك عيال إبليس. قال: وكثيرا ما يقترن أحدهما بالآخر ولا يفارقه، يعني إذا لصقت فيك ما عاد يطلع خلاص، هو أين خلاص. تجد سبحان الله بعض الناس يعني عنده نوع غفلة، عنده تقصير، لكن مع هذا يعلم أنه مقصر. من الناس عنده غفلة وتقصير لكن مع هذا يعلم أنه مقصر ويحاول أن يحسن من حاله، طيب. لكن من الناس لا، غفلة وتقصير وبالمقابل تزوجت مع إيش؟ اتباع على الكيف.
فإذا تزوج هذه تولد ما بينهما كل شر كما قال ابن القيم، وكثيرا ما يقترن أحدهما بالآخر ولا يفارقه. يعني إذا تزوج خلاص تزوجت الغفلة باتباع الهوى، ما عد الإنسان يعني يخرج من هذا المسلك السيء إلا إذا غرغرت الروح، إلا أن يشاء الله عز وجل. فتجد أن هذا الإنسان غالبا مآله سيء وخاتمته سيئة. نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم جميعا الختام. اتفضل يا أخوي العلم ينفخ. فيقول ابن القيم: والغفلة عن الله والدار الآخرة متى تزوجت باتباع الهوى تولد ما بينهما كل شر، وكثيرا ما يقترن أحدهما بالآخر ولا يفارقه. قال: ومن تأمل فساد أحوال العالم، من تأمل فساد أحوال العالم عموما وخصوصا وجده ناشئا عن هذين الأصلين. إيش هم الأصلين؟ غفلة وإيش؟ اتباع هوى. هذول الأصلين للفساد عموما. قال: ومن تأمل فساد أحوال العالم. ليش الناس فاسدة في عموما وخصوصا، أشخاص معينين أو بشكل عام، يعني تجد أن سبب هذا الفساد ناشئ عن شيئين، عن أصلين. إيش هم الأصلين؟ قال: فالغفلة، قال وجده ناشئا عن هذين الأصلين، فالغفلة تحول، مانع، حاجز، تحول بين العبد وبين تصور الحق ومعرفته والعلم به فيكون من الضالين. واتباع الهوى يصده عن قصد الحق وإرادته واتباعه فيكون من المغضوب عليهم. ولهذا سبحان الله هذا يذكرك بطريقة اليهود والنصارى. يعني اليهودي ما أصبح يهودي والنصراني ما أصبح نصراني إلا لأنه كان من كما قال الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تجد أن هذا عنده علم بس ما عنده ذكاء، فأصبح إيش؟ من المغضوب عليهم. عنده علم بس ما عنده هوى. والآخر ليس عنده علم ولكن نعم، والآخر غافل وليس عنده شيء من العلم، فأصبح من الضالين، أصبح من النصارى. ولهذا إخوان الضلال يعني قد يبعد بالإنسان حتى يخرجه إلى الإسلام، فهؤلاء النصارى وهؤلاء اليهود. يعني اتباع الهوى قد يسلك بالإنسان يخرجه من دائرة الإسلام إلى المغضوب عليهم، إلى اليهود. وتجد أن الغفلة قد توصل بالإنسان من كونه من المسلمين تخرجه إلى أن يصبح إيش؟ مع الضالين النصارى. وعليكم السلام ورحمة الله. حيا الله حبيبنا سامح، الله يهيك بك على طاعته. وحيا الله أخونا ناجي، وحيا الله الأخوان جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله. فلهذا سبحان الله يا إخواني تجد أن كل شيء يجر شيء. يعني مثلا تجد أن المعاصي الصغائر تجر إلى الكبائر، والكبائر تجر إلى إيش؟ إلى البدع، والبدع تجدها تجر إلى المكفرات، وهكذا كل معصية تجر مثيلاتها وكل طاعة تجر مثيلاتها. ولهذا يقول ابن القيم قال: ومن تأمل فساد أحوال العالم عموما وخصوصا وجده ناشئا عن هذين الأصلين. قال: فالغفلة، هذا الأصل الأول، تحول بين الأصل الأول في الفساد، ما هو الأصل الأول؟ قال: فالغفلة تحول بين العبد وبين تصور الحق. واحد غافل. قال: ومعرفته تحول بين يعني تصور الحق ومعرفته والعلم به فيكون من الضالين. الغفلة هذه تضيع الناس. ما قال الله عز وجل في أظن سورة الأعراف لما قال: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. الناس يشهدوا بالوحدانية. ثم قال الله: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. تيجي يوم القيامة تقول بعدين احنا ما ندري عن الشيء هذا، عن وحدانية الله. فينتبه الإنسان. قال: إذن سبب الغفلة يصير الإنسان من كونه موحد شهد لله بالوحدانية، بعد هذا يصبح إيش؟ مشرك. ليش؟ غفلة. أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا إيش؟ إنا كنا عن هذا غافلين. قال ابن القيم: واتباع الهوى يصده عن قصد الحق. يعني بعض الناس ممكن يعلم الحق لكن كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. مصيبة عنده هوى داخل.
وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم تعلم هذا الشيء، تعلم أن هذا حق، بس مصيبة في هوى داخل القلب، في هوى. قال واتباع الهوى يصده عن قصد الحق وإرادته واتباعه. قال فيكون من المغضوب عليهم. لماذا؟ لأنه هو أصلا يعلم الحق وأدرك الحق، لكن عنده هوى ومصيبة. قال وأما المنعم عليهم، الآن خلينا من الضالين، الآن نأتي نشوف طريق المنعم عليهم. قال وأما المنعم عليهم فهم الذين من الله عليهم بمعرفة الحق علما وبالانقياد إليه وإيثاره على ما سواه عملا. إذن تخلصوا من الأصلين الفاسدين. ولهذا الإنسان إذا أراد أن يصلح له قلبه ويصلح له وقته وتصلح له بالتالي جوارحه ويعني دنياه وآخرته، عليه أن يتخلص من هذين الأصلين الفاسدين. الأصل الأول أن يخلص نفسه من أي شيء، يخلص نفسه من هذه الغفلة. وهذا كيف الإنسان يخلص نفسه من الغفلة؟ بأهل الصلاح. إذا الإنسان جاور أهل الصلاح وبذل يعني النفس والنفيس في الأسباب المعينة على يعني تذكير العبد بربه عز وجل، منها مصاحبة الأخيار، لا شك أن الإنسان سيتخلص من أصل الفاسد، هذا أصل الغفلة. طيب الأصل الثاني اتباع الهوى. لا بد أخي تصفي قلبك، صفي سريرتك. يعني السريرة هذه إذا ما صفيتها ويعني جعلت هذا القلب كظاهره وجعلت قلبك سليم، ستجد انشراح في الصدر، ومن انشراح الصدر من آثاره قبول الحق والانقياد للحق. ولهذا يقول ابن القيم أن المنعم عليهم هم الذين من الله عليهم بمعرفة الحق علما. إذا ليسوا غافلين وإنما هم يعرفون الحق علما. طيب قد يكون من أصحاب الهوى يعرفونه لكن ما يعملون به. قال لا، هؤلاء ليسوا من المنعم عليهم من أتباع الهوى، وإنما إيش؟ هم ينقادون للحق. قال وبالانقياد إليه، يعلمون الحق وينقادون له. قال وإيثاره على ما سواه عملا، نؤثر الحق على كل شيء ولو كان هوانا مخالف لما جاء في هذه الآية أو في هذا الحديث. نعم قد نفسك تغالبك، قد تدافع نفسك، طيب لكن مع هذا تنقاد لشريعة الله عز وجل، لأن الله أمر ولأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر، فتجد أنك نفسك تنقاد. فإن كنت يعني تقود نفسك في البداية هكذا قودا وصبرا على طاعة الله وكذا، ستجد بعد هذا أن طاعة الله هي رضا، وستجد أن الابتعاد عن معصية الله هي رضا، ومقام الرضا أعلى من مقام الصبر. كل إنسان صابر يحبس نفسه على طاعة الله، يحبس نفسه عن معصية الله، يحبس نفسه، هذا مقام لا شك لا بد منه. لكن إذا الإنسان وصل من مقام الصبر إلى مقام الرضا، فتأتيه المصيبة وتأتيه البلية وهو راضي بما قسمه الله عز وجل. ولهذا الصحابية كلكم يعرف القصة، لما قتل من أقاربها من قتل، طيب كانت تسأل دائما عن رسول الله، تقول إنا إليه راجعون، وتسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلك على إيش؟ يدلك على رضا في القلب، ليس مسألة صبر فقط، وإنما ارتقى هذا القلب لصفائه ولعلمه بالله ولانقياده إلى الله عز وجل وبشريعة الله عز وجل ولما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم الكريم الأكرم صلوات الله وسلامه عليه. تجد أن هذا القلب يعني امتلأ رضاء بقضاء الله وبقدره، وامتلأ رضا بطاعة الله عز وجل، فهو يحب العبادات. أرحنا بها يا بلال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ابن القيم وأما المنعم عليهم فهم الذين من الله عليهم بمعرفة الحق علما وبالانقياد إليه وإيثاره على ما سواه عملا. قال وهؤلاء يعني المنعم عليهم، وهؤلاء هم الذين على سبيل النجاة. أي نعم، اللي على سبيل النجاة من هم؟ اللي تخلصوا من أصل الفاسد الأول الغفلة، وتخلصوا من الأصل الثاني الفاسد اللي هو إيش؟ اتباع الهوى. ولهذا نقول شيء لطالما كررته وذكره من قبل الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه في كشف الشبهات، أن سبب وقوع الإنسان في الشبهات، ولهذا يعني سبب يعني وقوع الإنسان في الشبهات هو سوء القصد، هو الجهل وسوء القصد. وهذا هو نفس عين اللي جالس يتكلم عنه ابن القيم هنا.
الجهل كيف يرفع؟ بالعلم. ولهذا قال وأما المنعم عليهم فهم الذين من الله عليهم بمعرفة الحق علما. كيف تزيل الجهل؟ بالعلم. الجهل لا منتهى له. كيف يزال هذا الجهل؟ بالعلم. طيب، وبالتالي تذهب عنك هذه الغفلة، تكون على دراية وعلى علم بالله عز وجل. طيب، قال الأصل الثاني في وقوع الشبهات، الشيخ محمد وهاب يقول اللي هو سوء القصد، اللي هو ايش؟ اتباع الهوى، يعني قصدك سيء. طيب ايش تسوي؟ تصفي سريرتك وبالمقابل تنقاد لشريعة الله عز وجل. قال وبالانقياد إليه، يقول ابن القيم وبالانقياد إليه وإيثاره على ما سواه عملا. هذول المنعم عليهم، وبالتالي راح تزيل الشبهات. ومو بس الشبهات، يعني ابن القيم ايش جعل لك أصل أصيل، يعني جعل لك أصل أصيل في هذه المسألة، أن الإنسان يعني إذا تزوجت الغفلة عن الله والدار الآخرة باتباع الهوى تولد ما بينهما كل شر. كل شر يأتي من اصطحاب هذين الأصلين بعضهما ببعض. إذا تزوج الجهل والغفلة باتباع الهوى، سوء القصد يعني، خلاص شبهات وغيرها، شبهات وشهوات، تنفتح لك، يعني ينفتح لك باب من جهنم من كثرة البليات. أما المنعم عليهم قال فهم الذين من الله عليهم بمعرفة الحق علما وبالانقياد إليه وإيثاره على ما سواه عملا. قال وهؤلاء هم الذين على سبيل النجاة، ومن سواه على سبيل الهلاك. ولهذا أمرنا الله سبحانه أن نقول كل يوم وليلة عدة مرات سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني شوف سبحان الله، أنا قلت لك يا أستاذ، قلت لك روح تعلم لغة عربية وإن شاء الله تفهم المقصود من عنوان الغرفة. مشكلتك أنت، يعني جاوبتك قبل شوي الحين أعيدك، عندك ظاهر مشكلة، يعني الغفلة ورفعناها، يبقى الشيء الثاني بس ما أدري إيش سالفتك في تكرار الكلام. أبشر يا خاص مو مفتوح الخاص أخوي ناجي وأنت مضاف. أي نعم. طيب وأنا مصمم من يتعلم العربية، إيش المشكلة؟ أنا مصمم من يتعلم العربية. يعني واحد مكتوب غرفة اسمها حوار، يعني مثلا الإسلام المسيحي أو كذا، أو قلعة أهل السنة والجماعة للحوار الإسلامي المسيحي. مضاف يا أخوي ناجي، أنت مضاف أصلا، يعني انتهكنا حقوق طبع المحفوظة وأضفناك قبل أن تطلب أصلا، لكن أنت مسكر القائمة بس، هو هذا. أنا قائمتي مفتوحة وضايفك أبد. طيب يا إخوان، فسبحان الله أخي، من الأمور العجيبة، من الأمور العجيبة، شوف لو وجدت الفاتحة إيش تقول فيها الله عز وجل في هذه السورة؟ يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. أنت جالس إيش؟ تحمد الله عز وجل بما له من أسماء وصفات، فتقول الرحمن الرحيم. ولهذا الله عز وجل كما جاء في الحديث لما تقول الحمد لله رب العالمين، الله عز وجل يقول حمدني عبدي. تقول الرحمن الرحيم يقول أثنى علي عبدي، يعني كرر الحمد. تقول الرحمن الرحيم يقول إيش؟ يقول أثنى علي عبدي، اللي هو الثناء، اللي هو تكرار الحمد. تقول الرحمن الرحيم. تقول مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. طيب كل واحد جاب يمنى ويسرى، لكن ما في إشكال. أنا أقول ركزوا في اللي احنا فيه الحين، ركزوا في اللي احنا فيه. طيب يا إخوان، تقول مالك يوم الدين. ثم بعد هذا الحمد لله عز وجل بأسمائه وصفاته، إيش تقول بعدها؟ تقول إياك نعبد وإياك نستعين. أنت الآن الأصل نعبد إياك ونستعين إياك، لكن حصل تقديم وتأخير في الكلام،
وهذا يسمونه إيش؟ تقديم ما حقه التأخير. هذا يقول إيش فيه؟ في أسلوب حصر وقصر، كأنك أنت إيش؟ الآن حصرت إياك نعبد وإياك نستعين، كأنك ما هو كأنك، هو حقيقة الأمر أنك تحصر العبادة وتحصر استعانتك في أي شيء آخر أنت لا تستعين به، تحصر استعانتك فقط بالله عز وجل على إفراده بالعبادة. ثم هذه الاستعانة وهذا التعبد لله عز وجل لماذا؟ لأنك تريد أن تدعو الله عز وجل بعد هذا أن يوفق سبيل المنعم عليهم، فتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فدل على أن المنعم عليهم صراطهم مستقيم ليس معوجا، صراط سوي. ولهذا ابن جرير الطبري قال أن الصراط لا يطلق إلا على الصراط المستقيم، لا يطلق على الصراط المعوج. فقال اهدنا تقول أنت في كل صلاة، في الفرائض عندك في اليوم خمس فرائض، الفجر فيها كم ركعة؟ فيها ركعتين، هذه فيها كم؟ هذه فيها مرتين تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تسأل الله عز وجل الهداية لهذا الصراط المستقيم الذي هو صراط المنعم عليهم، الذي الله عز وجل لم يغضب عليهم أو لم يجعلهم من الضالين. تمام. كم مرة؟ الفجر عندك ركعتين، إذن هذا مرتين سألت الله عز وجل في هذه الفريضة. الظهر 4، إذن كم مرة سألت؟ الآن أصبح مع الاثنين هذا إيش؟ 6، هذا أصبح إيش؟ 6. تمام. العصر فيها 4، هذه كم مرة إذن؟ هذه أصبحت 10. طيب تأتي على المغرب، هذه فيها 3 يعني 13. تأتي على العشاء، هذه فيها كم؟ بس راسب أنا ما أعرف فوق 13 كم فوق 13. طيب هذه فيها كم؟ كم فوق 13؟ زود 4 زود 4 17 ولا 18؟ 17. تمام. إذا 17 مرة يا شيخ أنت ملزم يوميا تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 17 مرة أنت ملزم وجوبا عليك. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو بفاتحة الكتاب. طيب 17 مرة أنت ملزم، صلاتك ما تصح إذا ما أتيت بهذا الدعاء، ما أتيت بسؤال الله عز وجل الهداية. فما بالك لو كنت تتنفل نوافل السنة الراتبة اللي هي القبلية أو البعدية تقريبا 12 ركعة، أضفها إلى 17، هذا كم؟ سنة راتبة يعني سنة مؤكدة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها، ما كان يتركها النبي صلى الله عليه وسلم بحيث أنه يأتي بها أحيانا ويتركها أحيانا. الله أكبر. 17 وزود عليه 12، شوف لك أحد يحسب شاطر في الحساب يحسب، عرفت؟ أنا ما لي شغل في القضية هذه. طيب اي نعم. وغيرهم تجد 29 مرة أنت تسأل الله عز وجل، المسلم السني الطائع لله عز وجل يعني أقل ما يكون يسأل الله عز وجل في صلاته يعني 29 مرة يسأل الله عز وجل الهداية، ويسأل الله عز وجل في هذه الهداية أن تكون كالصراط الذين أنعم الله عليهم، يعني صراط المنعم عليهم. من هم المنعم عليهم؟ الذي عرفوا الله عز وجل بالعلم وانقادوا له من حيث العمل لهذا الحق، غير المغضوب عليهم. وقلنا المغضوب عليهم من هم؟ هم اللي عبدوا الله عز وجل على غير بصيرة وعلم فكانوا من الغافلين، النصارى. ولا الضالين هم اليهود اللي كان عندهم علم لكن عندهم سوء قصد فمن قادوا للشريعة. فأنت تسأل الله عز وجل سبيل الذين أنعم الله عليهم فيخلصك من أصلين فاسدين، يخلصك من الغفلة التي كانت عند النصارى، ويخلصك من سوء القصد الذي كان عند اليهود. 29 مرة أنت تسأل الله عز وجل هذا. نعم المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى، المغضوب عليهم والضالين الضالين هم النصارى
والمغضوب عليهم هم اليهود. لماذا غضب عليهم أو غضب الله عز وجل عليهم؟ غضب الله عز وجل عليهم لأنهم يعلمون الحق لكن ما انقادوا له، سوء قصد. الضالين هم لم يكن عندهم من العلم وإنما كانوا من أهل الغفلة، فلهذا يعني لما كان عندهم من الغفلة أصبحوا ضالين. فالضال هو الذي يعني ليس عنده شيء من العلم وإنما هو ضال يتيه في غفلاته. طيب، يقول ابن القيم رحمة الله عليه: فإن العبد مضطر كل الاضطرار إلى أن يكون عارفا بما ينفعه في معاشه ومعاده، وأن يكون مؤثرا مريدا لما ينفعه مجتنبا لما يضره. قال: فبمجموع هذين يكون قد هدي إلى الصراط المستقيم. لهذا يا إخوان سبحان الله، يعني بعض الناس إذا أنت ما أردت الخير لنفسك من يريد لك الخير؟ يعني وهذا وعليكم السلام، يعني من الأمور العجيبة أن بعض الناس هو أصلا ما يبحث الخير لنفسه، هم بس يرمي شبهه ويمشي، هم أن يرمي لك كلمتين ويمشي، ما هو هم أنه يصلح أحواله ويبحث عن الحق ويسأل الله عز وجل الثبات على الحق وإلى آخره. فواحد مثل هذا طيب يجادل في الله عز وجل بغير حق بسبب غفلته أو بسبب سوء قصده وطويته، يعني سبحان الله، أنت ما تريد الخير لنفسك، من يعني يريد لك الخير؟ يقول ابن القيم: فإن العبد مضطر كل الاضطرار أن يكون عارفا بما ينفعه في معاشه ومعاده، عارف دنيا وآخرة، أنت عارف هذا ينفعك في دنياك وينفعك في آخرتك. قال: وأن يكون مؤثرا مريدا لما ينفعه مجتنبا لما يضره. ولهذا ابن القيم شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى ذكر ضابط الإنسان المنتكس الفطرة. يعني شوف هنا يعني ابن القيم يقول لك أن المسلك أن الإنسان يحرص على اللي ينفع في دنيا وآخرة في معاشه ومعاده، طيب، ويجتنب ما يضره، طيب، أن هذا من أمور الاضطرار. يقول: فإن العبد مضطر كل الاضطرار، أمر يعني إنسان مضطر إليه، ما لك خيار فيه. أكو واحد يحب شيء يضره، هذا أمر يعني فطري، مضطر كل إنسان كل اضطرار أنه يحصل شيء ينفع في دنيا وفي آخرته، هذا شيء طبيعي، ما في حد يبي السوء لنفسه ويجتنب ما يضره. لكن الشيخ الإسلام تيمية يبين أن ضابط الإنسان منتكس الفطرة أنه يشتهي ويلتذ بما يضره. يعني الإنسان ممكن يعني ما يزعل مني الإخوة، لكن هذه حقيقة، نسأل الله السلامة والعافية. قد تكون أشياء يعني في النظر هي بسيطة، وقد تكون جزء انتكاسة ليست انتكاسة كلية. يعني لما يأتيك مثلا يا إخواني، معلش على التمثيل، قد يكون بين أحد بالإخوة يعني يدخن أو كذا، بس معلش على التمثيل. الآن شوف الدخان، علبة السجائر مثلا، كل علبة سجائر أو دخان يعني مكتوب عليها إيش؟ سبب رئيسي يعني مو ثانوي ولا فرعي، ولا سبب رئيسي لأمراض مثل السرطان وكذا وتصلب الشرايين مش عارف إيش. ثم أنت تلاقيك يمكن يعني خاصة في بعض الدول قد يعني السجائر هذا يعني قد يخل بميزانيته، وخاصة لو كان مكثر من شرب الدخان. لا، وبعد لو ضاف له معسل ومش عارف إيش والأمور الثانية هذه، يعني راح يكون مصرف ميزانية الحالة، هو ميزانية الحالة عامل، تمام؟ فتجد يعني ضياع مال، فساد صحة، ومع هذا هو ممزج. يا حبيبي اقرأ العلبة، ايش النفس هذه؟ يعني اقرأ العلبة، اقرأ الغلاف، تنسد نفسك. يعني أنا أذكر في الصباح، والله يا أخوان في الصباح مرة في الصباح رسلت رسالة جماعية. أنا جتني فترة عموما أنا أحب أرسل رسائل بين فترة وفترة في الأمور الصحية، سواء التغذية أو بعض الرياضات أو أشياء مثل هذه. طيب، اللهم آمين. يعني بدأت أرسل للإخوة على القائمة موضوع يتعلق ب يعني الصحة من ناحية التغذية، كيف يكون غذائك سليم فيكون هذا النفع لك يعني،
وإيش الأشياء العادات الخاطئة أو أن يعني بعض الأغذية اللي ممكن تسبب بأمراض مع إما يعني في الوقت يعني في نفس الوقت وإما على الوقت الطويل. فبدأ ترسل أشياء مثل هذه. فيعني حتى يعني أحد الأشخاص المضافين عندي قال سديت نفسي، كنت ناوي أروح أخذ حلويات مش عارف كذا عريكة ولا معصوب ولا مهم عسل وقشطة ومش قال سديت نفسي يا أخي، ما عاد تبي أروح أشتري يعني إيش الصباح هذا اللي مصبح لنا وقاعد تقول أكل صحي وخيار وطماطم مش عارف زين. يعني سبحان الله، إذا كان يا جماعة الخير ذكر الطيبات من المباحات اللي هي أصلا ترجع على الإنسان بالنفع والصحة، لما الإنسان يسمعها وهو يعلم أن الأكل هذا ممكن تكون سكريات زائدة أو شيء من هذا، أنه ممكن تتسبب له بأمراض مع الوقت الطويل على الأقل، طيب تنسد نفسيته وما يأكلها، فما بالك وهو طعام مباح أصلا، طعام مباح ها. لكن على أمد يعني مع الوقت الأمد الطويل تجد أنه ممكن الإنسان يقع في أمراض أو غيرها، غير مسألة السمنة أمراض أخرى يعني. طيب كيف وأنت جالس يعني سجارة دخان يعني في واحد يدخل دخان داخله، الناس تطلع الجهاز التنفسي يا عمي هو بيطلع ثاني أكسيد الكربون، أنت بتدخله يعني 10 أكسيد الكربون داخل. ليش يعني؟ ليش يعني هو أصلا أنت ليش بتدخله داخل؟ الدخان ليش بيدخل؟ الناس بتشم هواء نقي، أنت بتشم عادم سيارة، ليش؟ دخان ليش؟ في حد بيحب الدخان؟ وبالإضافة أن مكتوب لك يوميا كل ما تفتح أو كل دقيقة أو كل ساعة بحسب تشرب مرة مرتين 10 في اليوم مش عارف أنا العدد. طيب تفتح العلبة ومكتوب عليها هذه الرسالة التحذيرية، سبب رئيسي لأمراض مش عارف كذا وكذا وكذا، بالإضافة إلى زن الأولاد صدورها تعبت، أنا صدري تعب، الميزانية انقصت والسبايب أنت مثلا تشتري دخان 24 ساعة ومدمن عليه، ومع هذا تلاقي النفس يعني ولا 1% يمكن عند البعض ليس الجميع ملتذ في الجانب هذا، يعني ما يشعر حتى في لحظة حتى ولو لوهلة أن الإنسان إيش تنسد نفسيته عن شربها. بينما تجد الإنسان سبحان الله إنسان سليم الفطرة، أمور مباحة أطعمة مباحة تقول له بس أن هذه ممكن مع الأمل يعني مع الوقت فترة طويلة ممكن السكريات هذه تتحول إلى كذا وتصير كذا وتسدد شرايين وتعمل مش عارف، فبينسد نفسيته. إيش اللي خلى هذا تنسد نفسيته مع أنها مباحات، والثاني مع أن أمر فيه مفسدة مالية ومفسدة صحية عليه، ويقرأها كل يوم رسالة تحذيرية بايخة على العلبة وهو يلتذ فيها. إذن كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه أن ضابط الإنسان منتكس الفطرة أو فيه جزء انتكاس من الفطرة، ما يشترط أن يكون مدخن معناته منتكس الفطرة هو المشرك واحد، لا، انتكاسة الفطرة قد تكون فيها أشياء معينة، أن من ضمن انتكاسة الفطرة أن الإنسان إيش يلتذ بما يضره. وأعطيكم مثال ثاني لانتكاسة الفطرة، وهذا سبحان الله من العجائب. أذكر شخص يعني كان يريد سمين نوعا ما، طيب ما هو نوعا ما سمين، عنده يعني سندويشة أو كذا يعني حمضانة، خلينا خفيفين شوية. طيب عنده سندويشة أكل حمضان خربان تمام محمض يعني نص سندويشة أو كذا بايتة، جاي يرميها، شال السندويشة هذه جاء على أساس يرميها في القمامة عزكم الله، فمشي نص الطريق واستثقل يكمل الطريق فأكلها، فصار عنده ميكروب جرثومة فيروس أو كذا في معدته، وظل معاه فترة طويلة يعاني من المرض هذا. يعني سبحان الله، شوف كل إنسان يأكل، يعني أنت شوف سبحان الله، شوف انتكاسة وين صارت، إلى درجة أن أنت تعرف أن هذه محلها القمامة، سندويشة حمضانة، وجع بطني ولا كب طبيخي، شوف يا ريته طبيخ يعني هو تبع مطعم يعني، فيجيك يعني سندويشة حمضانة وانت عارف انها حمضانة وخربانة،
بدل ما وعارف محلها وين القمامة، أنت جالس يعني بنفسك قايم ماخذها بترميها في القمامة تروح تاكلها. يعني هذه من انتكاسة الفطرة يا إخوان. ولهذا سبحان الله الله عز وجل إيش قال؟ قال فكلوه هنيئا مريئا. هنيئا مريئا ليش؟ لأن سبحان الله يقولون أهل العلم الله عز وجل ليش عبر بلفظة هنيئا مريئا في الأكل؟ قال الهني المري أن الإنسان إذا أكل الطعام وكان هذا الطعام حلال ومن الطيبات تظهر محاسن هذا الطيب الحلال على جوارحه، وهو طعام. إذا كان حلال طيب آثاره تطرأ على الإنسان. بينما شوف لو إنسان مثلا أكل شيء مثلا لنقل إيش مثل هذا الآن أكل سندويشة حمضانة أو خربانة، طيب إيش صار فيه؟ تجد لون وجهه يتغير ويتعب مظاهر إيش؟ تظهر مظاهر أن أكل شيء ما هو طيب. في علاقة وربط سبحان الله بين يعني الطيبات وآثارها وبين المحرمات وآثارها، حتى في المطعم والمشرب وفي المأكل والملبس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرجل أنه أشعث أغبر، يعني في وضع إيش؟ اضطرار، يمد يديه إلى السماء. شوف هذه من أسباب كلها إجابة الدعوات. الإنسان في مقام اضطرار أشعث أغبر، طيب يمد يديه إلى السماء. وهذا فيه قالوا أهل العلم أن من يعني إجابة الدعوات أن إيش؟ أن الإنسان يلح بالدعاء ويرفع يديه إلى الله عز وجل. طيب فيمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، وهذا اللفظ التكرار يدل على أنه ملح في دعائه مع شدة اضطراره وبذله شيئا من الأسباب بأنه إيش؟ بأنه يعني يمد يديه إلى السماء ويكرر الدعاء يا رب يا رب، لكن في موانع، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ شوف حتى المطعم والملبس والمأكل الحرام لا أثر حتى في إجابة الدعوة، فضلا على المظهر كشكل. يعني شوف الآن اللي يأكل الخنزير نفس اللي يأكل اللحوم الحلال، اللي يأكل الطيبات ويشرب مثلا اللبن أو العسل نفس اللي يشرب الخمر. هذا ريحة طيب وذاك ريحته خبيثة، هذا مثلا مظهر حسن ذاك، هذا في المظهر، فما بالك بالآثار مترتبة حتى على العبادات. طيب فيدلك هذا يا إخوان أن الإنسان كما قال ابن القيم العبد مضطر كل الاضطرار، ما لك خيار في هذا. أي إنسان سليم الفطرة مضطر كل الاضطرار إلى أن يكون عارفا بما ينفعه في معاشه ومعاده، وأن يكون مؤثرا مريدا لما ينفعه ما يفرط فيه، مجتنبا لما يضره. قال ابن القيم نعم كل ما نبت من الحرام فالنار أولى به. نعم. قال فبمجموع هذين يكون قد هدي إلى الصراط المستقيم، فإن فاته معرفة ذلك سلك سبيل الضالين. يقول ابن القيم قال وإن فاته قصده واتباعه سلك سبيل المغضوب عليهم. يعني احنا قلنا في أصلين فاسدين، الغفلة، والسبب الثاني أو الأصل الثاني سوء القصد واتباع الهوى. فالإنسان إذا فرط في الاثنين، يعني إذا اتصف الإنسان بالصفتين الذميمتين هاتين، يكون إيش؟ يكون أضاع الصراط المستقيم. وقد الإنسان يضيع شيء من هذا فيوصف يعني بضرب من الذنب. ولهذا قال ابن القيم فبمجموع هذين يكون قد هدي إلى الصراط المستقيم. كون الإنسان عنده علم وانقياد لله عز وجل، تخلص من الغفلة بالعلم وتخلص من سوء القصد بالانقياد لطاعة الله. ولا هذا بعض الناس تأتي تقول له حديث يقول لك بس ليش؟ طيب ليش الله يقول؟ ليش النبي يقول؟ ايش السبب على كذا؟ ما يسلم، لا ما دخل مخي. ايش اللي ما دخل مخك هذا؟
ما هو الله عز وجل قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. ما لك أنت يعني أنت تقول مسلم، ما معنى مسلم؟ مسلم يعني مستسلم لله عز وجل. أين استسلام يكون قيادك لله عز وجل؟ ولهذا بعض الناس يقول لك أنا مسلم ليبرالي مسلم علماني، نقول ما يصلح، لأن أو مسلم عقلاني ما يصلح. ليش هذا كله ما يصلح؟ لأن هذا الليبرالي وهذا العلماني وهذا اللي يزعم أنه عقلاني كل واحد منهم يريد أن يقدم هوى نفسه على الشريعة. هذا يريد أن يقدم مثلا سياسته على ما جاء في الشريعة، وهذا يريد أن يقدم هوى نفسه وعقلياته التي عقله الذي قصر عن إدراك ما جاء في الشريعة على ما جاء في الشريعة. فنحن نقول إذا كنت مؤمن بحق ومسلم مستسلم بحق، نقول كما قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. فلهذا الإنسان إذا تخلص من الغفلة بالعلم وتخلص من سوء القصد بالانقياد يكون هدي كما قال ابن القيم إلى الصراط المستقيم. قال فإن فاته معرفة ذلك، بدأ يضيع شيء من هذا، ضيع واحد منهم، ضيع العلم أو ضيع مثلا مسألة الانقياد، سيوصف أو يأخذ خصلة، إما خصلة الضالين أو خصلة المغضوب عليهم. فقال ابن القيم فإن فاته معرفة ذلك سلك سبيل الضالين، وإن فاته قصده يعني اتباعه سلك سبيل المغضوب عليهم. قال ابن القيم وبهذا يعرف قدر هذا الدعاء العظيم. أي دعاء يا جماعة؟ اللي هو 29 مرة 5 فروض و12 نافلة سنة راتبة تسأل الله عز وجل فيها. قال وبهذا يعرف قدر هذا الدعاء العظيم. أي دعاء؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولهذا بعد ما يقول الإنسان مثل هذا تجد أن يعني الإنسان كيف ما يوفق وكيف ما يسدده الله عز وجل وهو يقول قد فعلت قد فعلت قد فعلت. في نفس الحديث الذي لما يقول العبد الحمد لله رب العالمين وقرأ العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله عز وجل حمدني عبدي. تقول الرحمن الرحيم يقول أثنى علي عبدي، يعني كرر الحمد. تقول مالك يوم الدين يقول مجدني عبدي. تقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين. يقول الله عز وجل هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، لأنك أنت تسأل الله عز وجل وحده، أنك تعبد الله عز وجل وحده وتستعين بالله عز وجل وحده. فقلت إياك نعبد وإياك نستعين، ولم تقل نعبد إياك ونستعين إياك، فقد تستعين به وتستعين بغيره، وقد تعبده وهو تعبد غيره سبحانه وتعالى. وإنما قلت إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا إياك. فلما سألت الله عز وجل وطلبت العون منه فقال الله عز وجل إيش؟ قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. 29 مرة عبد صالح مؤمن يسأل الله الهداية، 29 مرة ما بين فريضة ونافلة يسأل الله عز وجل الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. والله عز وجل يقول هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، ويقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم يختمها فيقول الله عز وجل قد فعلت قد فعلت قد فعلت. طيب إذا كان هذا الأمر يعني سبحان الله، يعني بعض الناس يقول لك ضعنا. أول ضياعك أنك تكون قد فرطت في شيء من الصلاة، ولهذا العبادات كلها مقترنة بعضها ببعض. يعني إذا أضاعت وقتك أفسدت قلبك سيطرأ عليها إيش؟ ضياع الصلاة، ضياع غيرها. ولهذا تجد أن الصلاة إيش تأمر؟ إيش تأمر بالصالحات. طيب إذا ضيعت الصلاة تجد نفسك تأمرك بالمفاسد. ولهذا الذي يضيع الصلاة ضيع ب29 مرة الله عز وجل يقول قد فعلت قد فعلت قد فعلت، لأن الله عز وجل أجاب سؤالك الهداية. ثم يجي يقول لك ضعنا تهنا والله ما احنا عارفين وين نسلك الطريق. هذا يقول وذاك يقول. طيب ما أنت فرطت في 29 مرة، وإذا أنت تقول 29 مرة غيرك ينافسك في هذا الباب في سؤال الله الهداية. والله عز وجل إذا أعطى سبحانه وتعالى أدهش
الله عز وجل إذا أعطى أدهش، فالله عز وجل هو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى الذي يعطيك قبل أن تسأل. كم من إنسان الله عز وجل أغدق عليه النعم وهو حتى ما رفع يديه مرة إلى السماء يقول الله يا الله مثلا ارزقني والدين صالحين أو مسلمين أو سنيين، أو ما تصحى في دنياك هذه فتجد والديك ما شاء الله الحمد لله من أهل الإسلام والسنة، خير وبركة، خير وبركة، نعمة من الله عز وجل، نعمة من الله عز وجل أنت ما سألتها، لكن لأن الله عز وجل اللطيف الخبير الذي يعلم ظواهر الأمور وباطنها سبحانه وتعالى ينعم عليك قبل أن تسأل. فكيف وأنت تسأله 29 مرة، 5 فرائض و12 نافلة، فما بالك بمن يقوم الليل، فما بالك بمن يتسنى النوافل المطلقة، فما بالك بمن يسأل الله عز وجل في أدعية أخرى، فما بالك بإنسان يسأل الله عز وجل وهو ساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق يقول أن العبد أقرب ما يكون إلى ربه عز وجل وهو ساجد ويسأل الله عز وجل الهداية. كل هذه السبل تعين الإنسان على أن يسلك سبيل المهتدين المنعم عليهم الذين خلصهم الله عز وجل من غياه بالغفلات ومن يعني سوء المقاصد. حيا الله عمنا الذهبي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه والعبد مفتقر، قال والعبد مفتقر إلى الهداية في كل لحظة ونفس، كل لحظة وكل نفس أنت مفتقر إلى الهداية مع القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي لما قال أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ما تعرف، اليوم أنت مؤمن ممكن تكون بكرة كافر، نسأل الله السلامة والعافية. اليوم كافر ممكن بكرة تكون مؤمن. قد يسمعنا نصراني بهذه الكلمات وهو لا يدين الله عز وجل بها، لكن يعني لإذن الله عز وجل له بالهداية ولسماعه لصوت الحق تذهب هذه الغبرة التي والران الذي غطى الفطرة، يذهب هذا يطير بإذن من الله عز وجل. فالإنسان مفتقر إلى الهداية من الله عز وجل في كل لحظة ونفس. والهداية لا تظن أن الهداية فقط هي لأهل الكفر، الهداية كل يريدها وكل يسأل الله عز وجل إياها وكل محتاج إليها. الكافر يحتاج إلى هداية، والمبتدئ يحتاج إلى هداية، والمسلم السني يحتاج إلى هداية، كل منا يحتاج إلى هداية، بل الصالح يحتاج إلى هداية، الصالح يحتاج إلى هداية، يحتاج إلى أن الله عز وجل يقربه أكثر منه، يعني أكثر وأكثر، وهذه بحد ذاتها هداية. الإنسان إذا خرج من الكفر إلى الإسلام هذه هداية، وإذا خرج من الفسق إلى الصلاح هذه هداية، وإذا بدأ يخرج من يعني ذل الهوى وعبودية الهوى، من اتخذ إلهه هواه خرج من هذا القيد وهذا الرق الذي قيد نفسه فيه، ذل هواه ونفسه والشيطان، خرج إلى مرضاة الله عز وجل وطاعة الرحمن. لا شك أن هذا الإنسان إيش؟ خرج إلى هداية كل يفتقر إليها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي. لما زوجات النبي رضي الله عنهن جميعا، منهم عائشة أم المؤمنين لا أم الكافرين رضي الله عنها وأرضاها، لما تقول يعني وهي تشفق على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستغفر لربه عز وجل المرات تلو المرات، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا أكون عبدا شكورا أفلا أكون عبدا شكورا أفلا أكون عبدا شكورا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم، وهو الذي قد حقق العبودية. إن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حقق العبودية فمن يحققها؟ وإن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على رأس، هو الداعية إلى الهداية، فمن يكون سلك هذا السبيل؟
ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه عز وجل ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. فمن شكر الله عز وجل أنك ما تجحد هذه النعم التي منها الهداية. فإذا الإنسان ما يغتر بنفسه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر الله عز وجل في الليل والنهار، وهذا نبي الله خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يقول واجعلني وبني أن نعبد الأصنام، وهو إمام الحنفاء إمام الموحدين، هو الذي سمانا المسلمين. ومع هذا يسأل الله عز وجل يقول واجعلني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كلنا يحتاج إلى هداية، كلنا يحتاج إلى يا الله، كلنا يحتاج يا رب العالمين، كلنا يحتاج هذا، كلنا يحتاج إلى الله، وكلنا يحتاج إلى الرب، وكلنا يحتاج إلى القدوس، وكلنا يحتاج إلى السميع، وكلنا يحتاج إلى البصير، وكلنا يحتاج إلى الغفور الغفار التواب العفو، كلنا يحتاج إلى هذا. كل منا يحتاج إلى الله السيد، وكلنا يحتاج إلى الله الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، وكلنا يحتاج إلى القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى، كلنا يحتاج القريب المجيب سبحانه وتعالى، كلنا يحتاج إلى المتكبر سبحانه وتعالى، كلنا يحتاج إلى النور جل في علاه، كلنا يحتاج إلى المحسن إلى إحسانه سبحانه، كلنا يحتاج إلى الحميد جل وعلا الذي هو محمود في صفاته وأسمائه، والذي هو يحمد طريق عباده المهتدين. كلنا يحتاج إلى الطيب الذي يطيب حياة عباده الصالحين، كلنا يحتاج إلى الشافي، كلنا يحتاج إلى الجميل القابض الباسط المنان الحيي الستير الذي يستر على عباده، كلنا يحتاج إلى الرفيق، كلنا يحتاج إلى الوتر سبحانه وتعالى المعطي الجواد ذو الجلال والإكرام، كلنا يحتاج إلى هذا. بل كلنا يحتاج إلى الغالب سبحانه وتعالى النصير، كلنا يحتاج إلى الله عز وجل العزيز الجبار، كلنا يحتاج إلى الله عز وجل الخالق الخلاق، كلنا يحتاج إلى الله عز وجل الملك المليك، كلنا يحتاج إلى الله عز وجل الخالق البارئ المصور الملك المليك سبحانه وتعالى، كلنا يحتاج إلى الرزاق الرازق، كلنا يحتاج إلى الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى، كلنا يحتاج الهادي جل في علاه، كلنا يحتاج الوهاب الذي يهب لعباده الهداية ويهب لهم ما يشاءون، وكلنا يحتاج من الله عز وجل الفتاح، وكلنا يحتاج من الله السميع البصير العليم اللطيف الخبير العفو الغفور الغفار التواب العلي الأعلى المتعال الكبير العظيم القوي المتين الشهيد الرقيب المهيمن المحيط المقيت الواسع الحفيظ. كلنا يحتاج إلى هذا، كلنا يحتاج إلى الحفيظ الحافظ، إلى الولي المولى، إلى الأول الآخر، الأول الذي ليس قبله شيء كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، والآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى الذي كانت له الإحاطة الزمانية جل في علاه. كلنا يحتاج إلى الظاهر الباطن، الظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء، فقد أحاط بنا إحاطة مكانية جل في علاه. كلنا يحتاج إلى الحكيم الحكم، كلنا يحتاج إلى المؤمن الصادق، كلنا يحتاج إلى الغني، كلنا يحتاج إلى الكريم الأكرم، إلى السلام، إلى القدوس، إلى السبوح، إلى الحميد، إلى المجيد، إلى الشكور الشاكر، إلى الحليم الحق المبين القدير القادر المقتدر. كلنا يحتاج إلى الودود، إلى البر، إلى الرؤوف، إلى الحسيب، إلى الكفيل الوكيل جل في علاه. إذن كلنا نحتاج إلى هذا. ولهذا كما قال ابن القيم رحمه الله وقد صدق أن العبد مفتقر إلى الهداية في كل لحظة ونفس، في كل لحظة ونفس. ولهذا تجد أن مقامات
إثبات أسماء الله عز وجل، هذا المقام العظيم إثبات أسماء الله عز وجل وصفاته يعكس على العبد من الآثار الحسنة، ويجعله يتصف من الأخلاق الحميدة، ويجعله يتصف بتحقيق العبودية لله عز وجل رغبة ورهبة جل يعني لله عز وجل ومن الله عز وجل في سره وعلنه. فتجد سبحان الله هذا العبد يتقلب بين يدي الله لا بين يدي المريد يغسله كما يريد الشيخ. هذا ذل، وأي ذل، نحن لا نتذلل إلا لله عز وجل. ومن نعمة الله عز وجل علينا أن لم يجعلنا كالنصارى يطلبون صكوك الغفران ويطلبون الرحمات من القساوسة من مخلوق مثله ومثلك، ولم يجعلنا كالقبوري الذين يسألون أصحاب القبور الميتين الذين لم ينفعوا أنفسهم فضلا أن ينفعوا غيرهم. بينما نحن نسأل الحي سبحانه وتعالى الذي لا يموت، ونتوكل على الحي كما قال الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت. ونحن نسأل الهداية من الله عز وجل الذي هو كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم ممن اتصف بولاية صلاح أو نحو ذلك، فقال ليس عليك هداهم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي وما بعده فإن كانوا من أهل الصلاح فإنهم يثون له في هذا المقام، لم يكن لهم إلا إيش؟ ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم من دلالة هداية بيان وإرشاد فقط. لما قال وإنك لتهدي، طيب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له إلا أن يبين، لكن سؤال الهداية بالتوفيق والإلهام بأن الله يأذن أن هذا القلب ينشرح لطاعته وأن هذا القلب ينصلح لما يرضي الله عز وجل، هذا كله بيد الله عز وجل. فلا تسأل إلا لمن بيده هذا الملك. ولهذا تجد أن العبد الذي أثبت الله عز وجل هذه الأسماء والصفات تجده هو العبد المفتقر الذي يتكلم عنه ابن القيم هنا، العبد المفتقر إلى الهداية في كل لحظة ونفس. قال في جميع ما يأتيه ويذره، قال فإنه بين أمور لا ينفك عنها. هذا العبد الذي هذا هو حاله مفتقر إلى الهداية من الله عز وجل في كل لحظة ونفس. يقول ابن القيم رحمة الله عليه أن حال هذا العبد المفتقر بين أمور ما ينفك عنها هذا الإنسان. إيش هذه الأمور؟ قال أحدها أمور قد أتاها على غير وجه الهداية جهلا، فهو محتاج إلى أن يطلب الهداية إلى الحق فيها. إذن يا جماعة ما في واحد كبير على الهداية، ما في إنسان كبير على الهداية، كلنا نحتاج هذه الهداية، كل واحد منا يحتاج هذه الهداية. فيقول الأمر الأول أن الإنسان يسأل الله عز وجل الهداية. لماذا؟ لأنه يكون قد أتى على أمور على غير وجه الهداية جهلا منه، هو ما يقصد أن يأتي بهذه الأشياء لكن لأنه جاهل. قال فهو محتاج إلى أن يطلب الهداية إلى الحق فيها، يسأل الله عز وجل أن يرشد إلى الحق. هذه ما أعرفها أنا يا الله، وهذه أجهلها، وهذه التبست علي، أريد أن أعرف الحق أين هو. فإذا أنت تسأل الله عز وجل الهداية. لماذا؟ قال لأنك أنت لا تنفك عن هذه الأمور، أمور قد تكون أنت على في أشياء تجهلها. قال فهو محتاج إلى أن يطلب الهداية إلى الحق فيها، أو يكون عارفا بالهداية فيها فأتاها على غير وجهها عمدا. قال فهو محتاج إلى التوبة منها. فأنت تسأل الله الهداية بأن ييسر لك مقام التوبة، التوبة اللي هي الرجوع. الإنسان يحتاج أن يرجع إلى الله عز وجل، لأنه هنا في هذا المقام يكون قاصد إلى المعصية أو قاصد إلى الضلال، ولكن هو يحتاج إلى أن يرجع إلى الله عز وجل ويؤوب إلى الله عز وجل، فهو محتاج إلى الله عز وجل. فإذا لابد أن تسأل الله عز وجل، فتسأل الله عز وجل الهداية، لا تسأل غيره. طيب مقام ثالث قال أو أمور لم يعرف وجه الهداية فيها علما ولا عملا، يعني ما وفق لها لا من ناحية العلم الشرعي، ما يعرفها أصلا من جهله، وبالمقابل هو أصلا ما سدد لها
من حيث العمل، لم يأتي بها من حيث العمل. قال ففاتته الهداية إلى علمها ومعرفتها وإلى قصدها وإرادتها وعملها. يعني هو أشياء ما كان يعلمها ولا عملها أصلا، فهو يسأل الله عز وجل أن يزيده من علمه حتى يعمل بمقتضى هذا العلم. قال أو أمور قد هدي إليها من وجه دون وجه، قال فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها. يعني الإنسان قد يكون حقق شيء من الهداية، ولهذا شوف كثير من الناس عنده أحلام وطموح في هذه الدنيا، صح؟ بعض الناس يقول لك أنا والله خلص بكالوريوس، طموحي إني أنا أحقق ماجستير ودكتوراه ودراسات عليا ويصير أستاذ دكتور أو بروفيسور أو طيب، وكمل وأسوي وأعمل طيب أنا عندي بيت صغير أو جبت شقة صغيرة أبي بيت ولا فيلا ولا، صح؟ أيوة، فأنت الآن تريد أن تكمل ما أتيت به، تريد أن تكمل هذا النقص. قال أو أمور قد هدي إليها، نعم عندك شيء من الهداية من وجه دون وجه، قال فهو محتاج إلى تمام الهداية فيه، تريد أن يكمل لك الله عز وجل ويتمم لك هذه الهداية. قال أو أمور قد هدي إلى أصلها دون تفاصيلها، فهو محتاج إلى هداية التفصيل. يعني مثلا قد يأتيك الرافضي بعد حوارات طويلة أو يأتيك كذا، طيب يأتيك بعد حوارات طويلة يقول لك أنا الآن يعني بشكل عام خلاص ما عاد تشتم صحابة ولا كذا، بس لأنها معه وماني فاهم فيها شيء فأنا أمسك لساني عما شجر بين الصحابة. لكن هل هذا كافي كونه فقط يمسك لسانه؟ يعني هل هو والسني الذي يحب صحابة رسول الله ويتقرب إلى الله عز وجل بطريقتهم بل بفهمهم ويفهم كتاب الله وسنة رسول الله كما كانوا يفهمون ويرى خيريتهم، كالإنسان الذي فقط يقول لك أنا أمسك عما شجر بينهم فقط، خليني ساكت، خليني في حالي، ما لي شغل فيهم، كأنهم ما قدموا شيئا إلى الإسلام أصلا، ولا كأن الله عز وجل زكاهم، ولا كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتضاهم بالصحبة، ولا كأن نبي الله والله عز وجل من قبل فضلهم على سائر العالمين. فإذا هذا حصل أصل الهداية أن لا يخوض عن ما شجر بينهم، لكن بقي التفاصيل محتاج إلى هداية فيها. بعض الناس يقول لك بشكل عام، يقول لك نعم الشرك ما يجوز، الكفر ما يجوز. يعني مثلا عبد الحميد المهاجر لما تقول يا علي من دون أن تقول يا الله، خطيب المنبر الحسيني يقول لما تقول يا علي دون يا الله يقول هذا شرك، وهذا غباء ليس فقط في العلم الشرعي، هذا غباء حتى في اللغة العربية. لأن الشرك الشركة، لماذا سميت شركة؟ لأنك تقرن شيء إلى شيء، فتقول علي دون يا الله، لما تقول لما تقول يا الله دون أن تقول يا علي يقول هذا شرك. لما تقول يا الله دون يا علي لابد أن تقول يا علي مع يا الله حتى ما يكون شرك. إيش الغباوة هذه؟ طيب يأتيك إنسان أحسن حالا من هؤلاء الرافضة فيقول لك لا أنا أقر أن الشرك حرام وما يجوز، وأقر أن الكفر ما يجوز، لكن لما تأتيه إلى التفاصيل يخرج لك أمور شركيات على أنها توسل، يخرج لك أمور شركيات على أنها قربة وعبادة، شيء مثل هذا، صحيح؟ فإذا هنا عنده إشكالية ليست في الأصل وإنما في التفاصيل. فإذا مثل هذا الإنسان محتاج إلى هداية أو لا؟ قد هدي إلى أصلها دون تفاصيلها، قال فهو محتاج إلى هداية التفصيل. قال أو طريق قد هدي إليها وهو محتاج إلى هداية أخرى فيها، فالهداية إلى الطريق شيء والهداية في نفس الطريق شيء آخر. قال ألا ترى أن الرجل يعرف أن طريق البلد الفلاني هو طريق كذا وكذا ولكن لا يحسن أن يسلكه، فإن سلكه يحتاج إلى هداية خاصة، فإن سلوكه يحتاج إلى هداية خاصة في نفس السلوك كالسير. يعني الآن مثلا واحد بشكل عام يعرف، خلينا نقول مثلا المدينة من هذه الناحية، شرق غرب شمال، ماشي، يلا خلينا نروح مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. أثناء السلوك تريد أحد يرشدك. يعني مثل الآن أبسط لك إياها بأسلوب أبسط وأبسط. إنسان يعرف الآن الكتاب والسنة، تمام، ويعرف أن ما قاله الله حق وما قاله رسول الله حق صلى الله عليه وسلم، ويعرف أن فهم الصحابة حق. طيب يريد الآن أحد يعلمه هذا الحق، يعلمه ما في الآيات من القرآن فيقرأ تفاسير أو يذهب إلى شيخ يفسر له القرآن على وفق ما جاء في القرآن والسنة وآثار السلف. كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى من يستشرح عنده
هذه الأحاديث ويشرح له هذه الأحاديث على وفق ما جاء في القرآن والأحاديث الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة وآثار السلف وهكذا. أنت تعرف الجادة بشكل عام، لكن أثناء سلوكك لهذا الطريق تحتاج من يعينك أثناء السلوك. هذا ما يقصده ابن القيم. قال أو طريق قد هدي إليها وهو محتاج إلى هداية أخرى فيها. قال فالهداية إلى الطريق شيء والهداية في نفس الطريق شيء آخر. قال ألا ترى أن الرجل يعرف أن طريق البلد الفلاني هو طريق كذا وكذا، ولكن لا يحسن أن يسلكه، فإن سلوكه يحتاج إلى هداية خاصة في نفس السلوك، في نفس الفعل يعني. قال كالسير في وقت كذا دون وقت كذا، وأخذ الماء في مفازة يعني صحاري كذا كذا مقدار كذا، والنزول في موضع كذا، يعني محتاج من يرشد أثناء السير. قال فهذه هداية في نفس السير قد يهملها من هو عارف بأن الطريقة هي هذه فيهلك وينقطع المقصود. مثل من يعرف أن السنة هي الصواب، فإيش يفعل؟ يكتفي بفهم نفسه، فيبدأ يقرأ الأحاديث ويفهمها مثل ما يريد، ويبدأ يقرأ الآيات ويفهمها كما يريد. هذا هو عرف أن الحق كتاب الله وسنة رسول الله، لكن لما أراد يفهم، ولهذا يقول لا تأخذ الدين من إيش؟ من صحفي. ليش؟ لأن ممكن حتى سبحان الله قيل أن يعني في من الأخبار كذا أن يعني وقعت نقطة على صحيفة بأمر ملكي أو مرسوم ملكي، أنه كان يريد أن يفعل خير، فقال احصوهم احصوهم. طيب كان يريد يحصي هؤلاء حتى يحصي هؤلاء الناس فيمدهم بعطاء معين أو يخصهم بعطاء معين، تمام؟ فوقعت نقطة من الحبر فأصبحت أخصوهم، فأخصوا هؤلاء الناس بدل أن يتسببوا في إعطائهم تسببوا بالضرر عليهم. كذلك أن أذكر أن قرأت يعني حتى عن هذا يسمونه أشعب أو كذا، نسيت في لحظة، دواء أو كذا نسيت والله. المهم هكذا وقع مثل هذا يعني نقاط أو كذا، فتجد أن الصحفي هذا قرأ من الصحيفة لما وقع فيها الخطأ أو تبادر إلى ذهنه شيء ما وجد من يقوم له هذا الفهم، فهو أثناء السلوك يحتاج من يقومه. يعني واحد يعرف أن الطب والله علم نافع، لكن يحتاج من يعلمه آلية الطب. ممكن من مسك مشرط صار طبيب، وما هو كل إنسان حط في يدينا كاسات صار حجام، وما كل من قرأ القرآن على الناس أو كذا أصبح راقي على الطريقة الشرعية. طيب قال ابن القيم وكذلك أيضا ثم أمور هو محتاج إلى أن يحصل له فيها من الهداية في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي. قال وأمور هو خال عن اعتقاد حق أو باطل فيها، يعني ما يعرف فيها لا حق ولا باطل. قال فهو محتاج إلى هداية الصواب فيها. قال وأمور يعتقد أنه فيها على هدى وهو على ضلالة، وهذا من العظيم يا أخوان، هذا أمر عظيم جدا. يعني كما قال الله عز وجل في الآية قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يظن نفسه أنه على خير وهو أصلا على ضلال، يستميت في هذا الضلال وهو يظن نفسه يدافع عن الخير فعلا. ولهذا يقول ابن القيم وأمور يعتقد أنه فيها على هدى وهو على ضلالة ولا يشعر. قال فهو محتاج إلى انتقاله عن ذلك الاعتقاد، لكن بإيش؟ بهداية من الله. قال وأمور قد يفعلها على وجه الهداية وهو محتاج إلى أن يهدي غيره إليها ويرشده وينصحه. قال فإهمالك ذلك يفوت عليه فإهماله ذلك يفوت عليه من الهداية بحسبه، يعني بحسب هذا الإهمال، كما أن هدايته للغير وتعليمه ونصحه يفتح له باب الهداية. يعني كونك الآن أنت أيضا تعلم ناس طرق الهداية، هذا مما يعينك على استحضار مثل هذه الأمور.
قال كما أن هدايته للغير، كون الآن يتسبب في هداية الناس ويعلم الناس هداية الخير، قال وتعليمه ونصحه يفتح له باب الهداية. نفس الآن لما أنت أحيانا قد يكون الإنسان في غفلة أو في نوع غفلة، طيب، فيبدأ يقول لك إنسان يعني ذكرني في الله عز وجل، فأنت تبدأ تذكر بالله عز وجل، فإذا بك أنت من تتذكر قبله، لأن هذه الآيات هي مخاطبة لك كما هي مخاطبة له، هي تخاطب يا أيها الذين آمنوا. ولهذا ابن مسعود قال إذا قال الله عز وجل أو سمعت في كتاب الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك، لأنها تخاطبني وتخاطبك وتخاطب كل مكلف. قال ابن القيم كما أن هدايته للغير وتعليمه ونصحه يفتح له باب الهداية. قال فإن الجزاء من جنس العمل، الإنسان يجازى من جنس عمله. أنت تريد أن تجزي ناس، يعني أنت تريد أن تعمل إيش؟ الهداية للناس، النصح للناس، فتجازى على وفق ما تبذله للناس. أنت الآن جنس عملك إيش؟ تريد إرشاد الخلق، فالله عز وجل يجازيك بالمقابل من جنس عملك، فييسر لك سبل الهداية ويعينك على الهداية، لكن أنت أسلك الطريق. قال فكلما هدى غيره وعلمه هداه الله وعلمه فيصير هاديا مهديا. شوف الله أكبر، شوف عطاء الله عز وجل. ما قلت لكم قبل قليل الله عز وجل إذا أعطى أدهش، يعني الجزاء من جنس العمل. أنت تريد الهداية للناس، وإذا بك وأنت تعرف الناس الهداية فإذا بك تجازى من جنس عملك. أنت تريد أن تضل الناس، فالله عز وجل يزيدك إضلالا. لماذا؟ لأنك تعامل الناس بأنك تريد إضلالهم، فالله يجعلك يعني تنغمس في الضلالات. إنسان يريد الخير للناس فتجد الله عز وجل يجازيك من جنس عملك، فييسرك الخير وأهل الخير وطرق الخير وكل شيء يعينك على الخير. قال فكلما هدى غيره وعلمه هداه الله وعلمه. قال فيصير هاديا يعني للناس، مهديا هو الله عز وجل يجازيه بالهداية. شوف يعني سبحان الله هذه المعاني يا أخوان. الإنسان لو يقف مع نفسه الوقفات، يعني والله أنا أظن سبحان الله كثير من هؤلاء الناس الذين يعني قد ألحدوا أو تسخطوا على الباري جل في علاه سبحانه وتعالى في قضائه وقدره، لو أدركوا هذه الأمور وأدركوا هذه الخبايا في الزوايا لما تبادرت ولا ذرة في أذهانهم أن يقولوا ليش الله يفعل فينا كذا، ليش كذا، ليش الله ما يفعل كذا وفعل كذا والعياذ بالله إلى آخره. والله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن الإنسان إذا أدرك هذه الحكمة البالغة، ألا لله الحكمة البالغة كما قال الله عز وجل، إذا أدرك الإنسان أن الجزاء من جنس العمل، والإنسان إذا كان يعني يسعى إلى الناس بالهداية فإن الله عز وجل يجعله هاديا، هذا يكون إيش؟ هاديا للناس، مهديا في نفسه، فالله عز وجل يجازيه بأنه يهديه السبيل الحق. قال كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، واختم به إن شاء الله. قال كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وغيره، وأيضا رواه طبعا ابن خزيمة في صحيحه، لكن طبعا الخبر الذي ساقه ابن القيم هو ضعيف. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. هذا الدعاء يا إخواني جاء في سنة الترمذي كما قال ابن القيم، هو حديث طويل اللي هو فيه أول الحديث: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، إلى أن قال: اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. هذا الحديث وين أخرجه يعني ابن خزيمة في صحيحه؟ لأن هذا الحديث باطل، كما ذكر هذا ابن حبان البستي رحمة الله عليه في كتاب المجروحين، بين أن هذا الخبر أنه باطل ولا يصح. وممن ضعف هذا الحديث الشيخ الألباني رحمة الله عليه. لكن موضع الشاهد من الحديث اللي هو
قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، هذا الجزء أو الشاهد من الحديث صححه بعض العلماء من حديث آخر، والحديث الآخر هذا أوله اللهم بعلمك الغيب، هذا إيش؟ هذا يسمونه توسل بصفات الله عز وجل. فجاء في حديث آخر اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، ثم جاء فيه اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فإذا سؤال الله عز وجل الهداية وأن يزيننا بزينة الإيمان هو ثابت من حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من حديث آخر غير الذي ساقه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في هذا الحديث، غير الذي ساقه يعني ابن القيم رحمة الله عليه في هذا الحديث. فثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحيح الخبر يعني غني عن سقيمه. إذا نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فقط قال وقد أثنى الله سبحانه وتعالى الذين يسألونه أن يجعلهم أئمة يهتدى بهم. يعني ما هو بس النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الله عز وجل، يعني الله عز وجل يثني على عباده المؤمنين الذين يسألونه الهداية، بل ليس يسألون فقط الهداية، أن يجعلهم أئمة يهتدى بهم، أئمة في الهداية يدعون إلى الهداية. فقال الله عز وجل في صفات عباده هؤلاء قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال ابن عباس ونقول لكم وداعا بل إلى لقاء متجدد مشرق بشمس الأمل المتحقق. نترككم في رعاية من الله وحفظه متمنين لكم حياة سعيدة، ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة لدى غرفة محمد رسول الله بالبعوث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيسبوك ومحاضرات ومناظرات www.facebook.com/محمد رسول الله.